السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. وحشتوني يا احلى اخوات في الدنيا. لو اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تنورينا بالاشتراك واللايك من ايديك الاحلى واحلى. الجو حر جدا، مش عايزة تقفي في المطبخ كتير او جاية من الشغل تعبانة والاولاد عايزين ياكلوا اكلة كده منك من ايديكي الجميلة. تعالى اقولك النهاردة هتعملي احلى صينية بطاطس كده بالسجق، حاجة كده اللهم بارك، وهتشرفك كده قدام اولادك وزوجك. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. قبل ما نبدأ في حاجة هنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. عندي هنا كده بصلايه كده مقطعاها او بصلتين متوسطين، قطعناها مكعبات كده زي ما انتم شايفين. حطيت ملح وفلفل وكزبره ناشفه. حطيت كمان مكعب من الماجي وبابريكا مدخنه. بابريكا المدخنه دي بتخلي طعمها بجد في منتهى الجمال. تحلفي انت عاملاها على الفحم او مشويه. حطيت كمان هريسه كده من الشطه عشان تبقى طعمها سبايسي كده، عشان ما كانش عندي فلفل حامي. حطيت كده معلقه من الهريسه. قلبت بقى البصل مع التوابل، وبعد كده نزلت بالبطاطس الكميه اللي انت حباها. الكميه دي ترجع لك انت بصلايه سوري بطاطسيتين 3 او نص كيلو، دي حاجه ترجع لك. قطعيها كده خفيفه زي ما انتم شايفين عشان تستوي معاكي بسرعه. خلاص كده اقلبها كده مع البصل كويس جدا، وبعد كده هنزل عندي هنا بالسجق. حابه تحمريه او تحطيه ني كده، دي حاجه ترجع لك انتي. طبعا هنا سجق بلدي كده زي ما انتم شايفين، ريحته بجد يبقى في منتهى الجمال وتبقى طعمه حلو قوي. طبعا عايزه تقطعيه مكعبات، دي حاجه ترجع لك برده. بس انا هنا بصراحه حبيت ايه يعني احطه كده زي ما انتم شايفين. طبعا هنا حطيت فلفل ده، بس ده بارد مش حامي. طبعا هنا حطيت كده زي قرن فلفل بارد احمر وفلفل اخضر، بيدي كده شكل حلو وفي نفس الوقت بيدي طعم حلو. بس ما كانش عندي فلفل حامي خالص، حطيت اللي هي الهريسه بتحلي بصراحه الحامي. طبعا هنا خلاص هبدا كده ارص عندي السجق كده زي ما انتم شايفين، ونزلت عندي بعصير طماطم مصفيه كويس جدا. وببدا انزل عندي بالكميه دي اهو شايفين، عشان يبقى ايه البطاطس عندي تستوي وفي نفس الوقت السجق يبدا ايه يستوي معايا. نزلت هنا كده بمعلقتين كده من السمنه الفلاحي، بتدي طعم حلو قوي. ومعلقه كده من الزيت عشان ايه البطاطس هنا تستوي معايا ويبقى فيها لمعه معايا. خلاص كده هنا ببدا حطيت القرن الفلفل ده عشان يتشوي كده ويبقى يدي طعم حلو كده. في عندي صينيه السجق حطيتها عندي في الفرن كده، بعد ما استوت بقى واخدت اللون الجميل ده هتطلع معاكي في الف هنا وشفا، حاجه كده اللهم بارك. طبعا هنا خلاص بقى قطعت بقى، عملت بقى جنبيها رز بشعريه او رز ابيض، دي حاجه ترجع لك. وقدميها كده لاولادك، بجد ما خدتش معايا وقت خالص ولا مجهود كمان في المطبخ او الجو الحر اللي احنا فيه ده. طبعا هنا خلاص كده بتبداي تقدميها وبالف هنا وشفا. لو عجبتكم وصفتنا النهارده ما تنسوناش باللايك من ايديكم الحلوه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.